السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير ومتحمسين لفيديو النهاردة. بداية فيديو جديد، وهو أنا كنت قلت لكم عليه في الفيديو اللي قبل اللي فات اللي كان مع روان ونونو. قلت لكم على الحضانة الجديدة اللي بجد هي عجبتني جدا والله. لسه ما شفتهاش بس هي شكلها من برا تحفة، وهي كمان بدورية يعني على ما أظن. وانا لبست اخضر لان عرفت ان هي اخضر خضرة من دي. بصوا انا حاولت اعملها اخضر، الشعر خليته ابيض وبنتي شوية على ابيض، يعني هو كده لونه ابيض، هنا بقى كده لونه اخضر من بعيد، اخضر قريب ابيض. المهم ما علينا، يلا نبدأ نشوف الحضانة. هو ده تقريبا بابها بداية كده، فهو تحفة. ده بيت الأطفال تقريبا، أي هو أكيد يعني بيت الأطفال بس مش عارفة يعني فايدته. هو ده حتى هنا بقى يعني مش عارفة ليه بصراحة الحتة دي عشان يقعدوا عليها ليه يعني، بس تقريبا عشان يقرأوا الكتب، وهنا عشان ياكلوا أو يذاكروا أو يعملوا أي حاجة. وهنا نفس الكلام اللي لقيناه المرة اللي فاتت. هنا بقى يقعدوا، مش عارفة ليه بيقعدوا يعني هنا. هو أنا عارفة الكرسي ده بتاع أكل الأطفال، أمال ده ايه بقى؟ طب هنا يعني يغيروا الأطفال وهنا يلعبوا الحتة دي. طيب مش ولا يهمني لك على حاجة اهو. تمام، ممكن يلعبوا الأطفال ثواني كده. لا مش نافعة، ما علينا. تمام اهو. وهنا دي حاجة أنا مش عارفة بيعملوا ايه الحاجات دي أصلا، ودي برضو مش عارفة دي ايه لازمتها يعني، بس تقريبا عشان يقعدوا يعني يقرأوا كتب، يعملوا أي حاجة يعني، أي أنشطة. بجد تحفة. دي نفس البتاع اللي مش عارفين دي ايه لازمتها، وبرضو أي أنشطة يعملوها. وهنا بقى ده أكيد مكتب المديرة. وهنا بقى دي حتة انتظار لأن المديرة هنا. هو أنا مش عارفة ليه مش راضي يقعد، أنا معايا بقى هنا شرطة الانتظار. طيب وهنا للأطفال البيبي بقى، أنا مش عارفة ازاي أطفال بيبي بيسيبوها هنا، بس أقولك الحضانة تحفة تحفة بجد، حرفيا تحفة. دي كانت صغيرة خالص. ايه ده؟ ما علينا. بجد والله بجد تحفة أوي أوي. بس ما نفسهمش بقى يغيروا الحتة دي اللي مش عارفة بنمشي فيها وبس، بنفضل نمشي فيها بس ولا كأنها لغز. اهو هو ده اللي بنعمله. يمكن مش هنا. واو لا، طلع عليها لازمة يا جماعة. طيب يعني احنا بنبدأ من هنا. وهي الحتة دي اختصار يعني. ميرسي. عايزين نشوف ايه البتاع دي بقى. يعني دي تقريبا جديدة اصلا. هو بس كان المفروض يعملوا لنا سلم هنا، هنا كده بالظبط يعملوا لنا سلم. يعني هوريكم ازاي.
يعملوا لنا سلم، بس اللي مش هو ده بقى. قلنا سلم كده ونقوم طالعين هنا كده يكون اطول يعني. ندخل هنا كده و مش هنا بس كده. بس بكل سهولة وده بقى اتشال مع نفسه بقى. بس يا جماعة الحضارات تحفة. انا مش عارفة اقول ايه. انا ممكن ابقى اعمل لكم فيديو فيها، وان انا يعني اكون اشتغل فيها واجيب اطفال. او ايه رأيكم دلوقتي انا هشوف في اطفال ولا لا؟ يا اوكي هعمل فيه اطفال كتير. ربي بقى. ايوه زيها. يا جماعة انا كتبت، وسوري على الصوت نسيته الله يقضي. كتبت روح حضرتك الأطفال الجديدة، في ناس قريتها. انا هروح دلوقتي. ما علينا، في واحدة طلعت اتبخرت يا جماعة. لا اهي. طيب كتبت شريف مديرة حضانة. واو ايه ده، انا جالي تليفون. يا جماعة انا لما بوطي صوت ما بسمعش. بقول له نعم. انا مش هجري وراه. ايه ده؟ انا هتوكل على الله واروح الحضانة. كفاية هبل.
تاني معاك الفيديو كان ممل جدا يعني بصراحة. انا بس في الاول كنت متحمسة عشان اشوف شكل الحرام. بقول لهم تحبوا تجيبوا طفل؟ هما دول عرب. هما هنجوا ولا حاجة؟ في ايه مالهم؟ مش نافع. طيب يا جماعة سوري عشان الفيديو شوية كان ممل. بس متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله المرة الجاية هعوضكم. وشكرا على المشاهدة. باي.